عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين ليا في الدنيا؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير مع بعض ان شاء الله، في كل وصفة حلوة وكل وصفة سريعة وكل وصفة مفيدة ان شاء الله. على خير بإذن الله. النهاردة هنعمل مخلل الكرنب بطريقة اسهل ما يكون وابسط ما يكون، وفي سر كبير جدا انا هقولك عليه. خلي كل المخللات معاكي ممتازة. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ونبقى انا معايا الكرنب. لما تجيب الكرنب بتاع المخلل ما تجيبهوش الاصفر اللي هو الورق بتاعه اللي طري قوي ده، لا اللي يبقى مصحصح وجميل كده زي ده كده. شايفين ما شاء الله الكرنبه؟ شايفين من قلبها عامله ازاي؟ جميله جدا. شايفين؟ هو ده الكرنب بتاعك. اتاكدي ان هو يبقى ناجح معاكي 100%، عشان الكرنبايه بتاعتك طازه كده وجميله. يعني مش هتجيبيها الكرنب بتاع المحشي تمام فيها تقولوا له انا عايزه كرنب المخلل، هتلاقيها بيضه كده وزي الطاقه كده شويه او كده، بس يكون الورق بتاعها طازه. تمام. هنبدا نعمل الكرنب بتاعنا ونخرطه. بسم الله بسم الله. هنخرطه خرط بسيطه كده. تمام تمام. هنخرطه خرط بسيطه جدا عشان ما يبقاش كتل كبيره في قلب البطرمان بتاعي بالطريقه دي كده. تمام. انا دلوقتي هجهز المحلول بتاعي وهجهز البطرمان عشان نحط فيه المخلل بتاعنا الجميل ده، ان شاء الله هيعجبكم. خلاص غسلنا الكرنب بتاعنا، شطفناه. هو طبعا بيبقى نضيف لان هو بيبقى قلب الكرنبايه. شطفناه كويس جدا. وبدأنا بقى ايه، بسم الله ما شاء الله. ده المية المخلل كنت حاطه فيها لفت، والله بدون بنجر او بدون اي لون. تمام. اللي خلى اللون يتغير ويبقى كويس كده الكوبايه ديت اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو. شايفين الكوبايه ديت؟ هي دي السر ورا المخلل بتاع المكون ده اللي خلاص غسلنا الكرنب بتاعنا كويس جدا. الكرنب طبعا بيبقى نضيف من جوه بس احنا بنشطفه. تمام. بالنسبه للمحلول اللي هنحطه على الكرنب ده، المحلول لا فيه بنجر ولا اي حاجه. هاتوا الاحمر. ليه احمر؟ لاني حطيت اللفت الدور واحد بس لفت في ميه بملح بالمكون ده. عارفين ده ايه؟ عارفين الليمون لما بنسلقه؟ انا ما برميش الميه بتاعته. تمام. صدقيني ومش هتخسري حاجه، بالعكس هتكسبي حاجات كتير جدا. المكون ده انا بخلي عندي منه علبه كبيره كده. بحدق الليمون بنفس الميه بتاعته، لا بيبقى مر ولا بيبقى اي حاجه، بالعكس بيبقى جميل جدا. ودي بتعتبر زي ماده حافظه لاي مخلل. فانا بحط كل مره كوبايه زي ديت على ميه المخلل، بتخليه بالطريقه دي وبالجمال ده. هنخلل مع بعض الكرنب بنفس الطريقه ان شاء الله، مش هتندم. هنبدا بقى نعبي الكرنب بتاعنا في البطرمان. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا بيبقى هايش كده، بس لما بتحط عليه المحلول بالملح بيهبط، والبطرمان بياخد الكرنبايه كلها باذن الله. هحط بقى الكرنب كله، يعني مش هياخده كله، هو هياخد جزء والجزء التاني هحطه بعد ما يهبط الورق بتاعي، هحطه برضه. تمام. مش عايزه اتقل عليكم ولا اكتر عليكم الفيديو، بس انا عايزاكم تستفادوا. بالنسبه للبنات الصغيره حتى الستات الكبيره ممكن يكونوا عارفين، وبعضهم مش عارف المحلول اللي انا بحطه ده، بس انا بحب الناس تستفاد واحنا كلنا نستفاد من بعض. خلاص انا عبيت البطرمان بتاعي. شايفين الميه لحد المحلول بتاعي لحد فين؟ هنصبر عليه وهيضغط عليه كده شويه، هتلاقي هي الميه دي هتطلع لحد فوق خالص باذن الله، وهتاخد معانا بقيه الكرنب ده. ما تقلقش خالص، هو هيهبط شويه بشويه، هتلاقيه هيهبط لحد ويملى البطرمان. تمام. هجهزه بقى واظبطه ونرجع مع بعض ان شاء الله نشوف النتيجه ايه.